بص اصبر قبل ما تسال نفسك انت بتعمل ايه في حياتك او بتعمل ايه في دنيتك دي اساسا، او ليه بيحصل لك حاجات معينه. فاهم سؤال انت المفروض تساله لنفسك اصلا، هل انت تعرف ربنا؟ مش بس بالاسم، والكفار كانوا عارفينه بالاسم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. ربنا مش فكره بعيده ولا قوه غامضه، ربنا هو اللي خلقني وخلقك ويشوفنا وبيسمعنا وبيطمنك وبيحبنا رغم كل اخطائنا. لما تبدا تتعرف على ربنا صح، كل حاجه في حياتك هتتظبط، خوفك هيقل، حزنك هيخف، حتى تعبك هيبقى له معنى، هتطمن. ربنا قال في القران فاعلم انه لا اله الا الله. يا على الآية دي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما قالش فقل أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم. يعني أول طريق المعرفة والنجاة والراحة هو العلم بالله. أنا مش بديك درس ديني ولا أنا شيخ خالص، أنا محتوايا متعلق بعلم النفس، بس دي حاجات فعلا اكتشفتها وأنا بدرس، في لينك بينها وبين العقيدة الإسلامية. عاوزين نسأل سؤال صادق، مين اللي بتحبه أكتر في حياتك؟ مين اللي بتخاف تزعله؟ مين اللي أنت بتسعى عشان ترضيه؟ الإجابة على الأسئلة دي بتكشف أنت بتعبد مين فعلا. لأن العبادة مش بس السجود وركوع وصلاة والكلام ده، العبادة هي كل فعل أو نية بتعملها عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لما تسيب ذنب ما عشان ربنا دي عبادة، لما تساعد حد من غير مقابل عشان خاطر ربنا دي عبادة، لما تقول الحمد لله وانت موجوع دي عبادة. وده معنى توحيد الألوهية، يعني انك توجه كل حبك وخوفك ورجائك وعبادتك لربنا سبحانه وتعالى وحده. ربنا لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ده الوظيفه الكبرى بتاعتك، هدف حياتك مش الشغل ولا الوظيفه ولا الشهره ولا حتى ان الناس تحبك، هدفك الاساسي ان انت تعبد ربنا. بس خلي بالك، في ناس بتقول انا مؤمن بس بتعتمد على حد غير ربنا، وبتخاف من الناس اكتر ما بتخاف من ربنا، او بتحط املها في مخلوق وتنسى الخالق. وده نوع من انواع الشرك الخفي، ممكن يدخل في قلب اي واحد من غير ما يحس. فلو انت فعلا نفسك تكون موحد بحق، خلي كل نيتك لربنا، كل سعيك عشان وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كل حبك في سبيله. يعني ما فيش حد يستحق العباده ولا الطاعه المطلقه الا الله سبحانه وتعالى. قبل ما تعمل اي حاجه اسال نفسك، هل هذا يرضي الله ولا لا؟ هل ربنا هيبقى راضي عني في ده ولا لا؟ اهو السؤال البسيط ده قبل كل حاجه بتعملها ده المفتاح الحقيقي لتوحيد الالوهيه.